هذه قصيدة من نظم الشاعر هذا الحي النفيعي وألقاها الشاعر نفسه، وهي قصة سمعتها من أحد الأخوان وترجمتها في هذه القصيدة. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 رويتها من قلبي يلطق لسانه، وجدي على خلي ووجدي على الطيب، وجدي على من يتشاف فدانه، يا مرقى ومساب على المراقيب، ما للسبب يكود ميلات زمانه، أعطى العهد والناس ما تعلم الغيب، الغيب للمعبود ويزيد شانه، جاب العهد ما فيه شك ولا ريب، محتاج سيف ولا يدور حصانه، وسط المحارة دانة كل يجيب، قالوا تصبر كل رجل مكانه، جاء الأجل والناس شرق ومغارب، في جنة الفردوس ترقى فلانه، عهد علي يصبر وتصفى المشاريب، ومن لا صبر لا بد يظهر جنانه، قالوا تزوج قلت مالي مطالب، من بعد شمه كل شيء مهانه، دور بدلها كل جرح يا بيطيب، وشلون بلقى مثل عقل ورزانه، 50 عام ولاح في عرضي شيب، سبحان من سواه وانشا بنانه، ما فيه نقص ولا حصل به عذاريب، وبكلمة التوحيد مشغل لسانه، قوم أهل المعروف وأهل المواجيب، نهار جاي فيه عجود خانه، منها صعيب تشوف وتلاحظ العيب، متمسكة بالشرع وأفضل ديانة، مرتبة من غير منهج وترتيب، لو كان بعض القوم ضيع كيانه، قصة سمعت بها ولا فيه تثريب، رويتها من قلبي ينطق لسانه. وسلامتكم.